اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. وصفات النهارده حلوه مختلفه جديده. هنبتدي اول وصفه بساندوتش حلو جدا ينفع وجبه غدا، اسمه فيلادلفيا ستيك. هو مشهور جدا، مشهور في العالم كله، هو اصلا من ولايه فيلادلفيا في امريكا. الستيك بتاعه حلو، لازم استعمل فيه بفتيك، وبقطع بفتيك شرايح. هنعمله مع بعض وهنقول مقاديره الاول. هستعمل نص كيلو شرايح لحم بفتيك بقطعها صغير. هتبل البفتيك ده في ملح وفلفل و3 معالق خل بلسمك قبلها على الاقل ب3 4 ساعات عشان الخل يطري اللحمه. اوكي، يبقى البفتيك نص كيلو بفتيك شرايح متبله في ملح وفلفل و3 معالق خل بلسمك لمده 3 ساعات. بعدين هستعمل بصله كبيره شرايح، 3/4 كوبايه مشروم فريش شرايح. ما ينفعش هنا المشروم المعلب لان الميه اللي فيه مش هتخليه يتحمر معايا، انا عايزاه يتحمر ويغمق. معلقتين زبده، معلقه بهارات ستيك، معلقه كبيره من بهارات الستيك. وانا هقول لكم ايه الخلطه بتاعت البهارات دي لو انتم مش عايزين تجيبوها من بره، عايزين تعملوا الخلطه بتاعتكم. وهستعمل معلقتين ستيك صوص، والستيك صوص ده موجود في كل سوبر ماركت ومش غالي خالص، زي الباربيكيو كده والكاتشب هتلاقوه في السوبر ماركت. ستيك صوص. هستعمل جبنه المفروض انها بروفولون، بس انا عارفه ان مش في مصر، يعني مش كله عارفها ومش موجوده كتير، فممكن نستعمل جبنه تشيدر او ايمنتال او اي جبنه صفرة تسيح معايا. وهستعمل عيش فينو طري، ما ينفعش معايا الباجيت الناشف، لازم الفينو يكون طري. يبقى بصله كبيره شرايح، 3/4 كوبايه مشروم فريش شرايح. وهستعمل معلقتين زبده، معلقه بهارات الستيك معلقه كبيره، معلقتين ستيك صوص، شرايح جبنه بروفولوني او شيدر، ورغيفه عيش فينو طري. اول حاجه هحط بسم الله الرحمن الرحيم المشروم في شويه زيت، المشروم والبصل يتحمروا. وفي نفس الوقت هعمل ايه، هحط الزبده مع شويه زيت بسم الله علشان اشوح اللحمه اللي انا نقعاها في الخل البلسمي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. الخل بيطري لي انسجه اللحمه، بيخليها تستوي بسرعه معايا وبيديها فليفر كده، مذاق حلو. انا مش هاخد التتبيله الا لو احتجت ان اللحمه، حسيت ان اللحمه محتاجه سوا كمان، يعني انا هحمر اللحمه كويس قوي، لقيتها استوت معايا خلاص، لقيتها محتاجه تاني هروح حاطه لها التتبيله اللي كانت عليها دي، هكمل سواها فيها. وفي نفس الوقت اهو بحمر البصل والمشروم. هو عايز له نقطة زيت كمان. هحط البهارات بتاعت الستيك بسم الله الرحمن الرحيم عليه، والستيك صوص، بصوا المشروم لو معلب او مغسول في ميه او منقوع في ميه مش هيتحمر كده معايا، هلاقيه ينزل ميته يبخ ميته. علشان كده احنا بنقول المشروم لما تبقي عايزه تشوحيه ما ينفعش تغسليه، لازم تعمليه بكلينكس، تنضفيه بكلينكس او بفوطه تشيلوا منه التراب، عشان هو بيبقى عامل زي الاسفنجه ممكن يشرب الميه. انا هحط الستيك صوص على اللحمه واخليها بصوا تكمل سواها فيه بحيث تشرب السائل اللي عليها ده كله. اخد بالي عشان ما يلسعش معايا المشروم. هقطع العيش، افتح العيش اللي انا هستعمله. بعمل العيش كبير، احنا هنقطعه بعد كده ساعه التقديم 2، يعني اللي مش هيقدر يكمل ساندوتش ممكن ياخد نص. لازم العيش يكون طري، وهوريكم ليه، علشان يطرى مع الجبنه في الاخر. اهو كده اهو. بعد ما تشوحوا بصوا غمقوا ازاي، هاجي اروح حطاهم على اللحمه. عايزين ننزل المقادير بتاعت خلطه الستيك، بهارات الستيك. الخلطه دي لما نيجي نعمل اي نوع ستيك او
لحمه كباب حله، لحمه بارده، بتبقى خلطه حلوه. وبعدين مقاديرها هتلاقوها سهله وموجوده عندنا في البيت بسهوله. الخلطه عباره عن 3 معالق كبيره بابريكا، معلقتين كبار فلفل اسود، معلقه كبيره بودره ثوم، ومعلقه كبيره بودره بصل، معلقتين كبار زعتر، نص معلقه صغيره شبت مجفف، ونص معلقه صغيره شطه لو انا بحب الشطه. كلهم بيطحنوا كل حاجه لوحدها قبل ما اجمعهم مع بعض. دايما اي خلطه بهارات ما ينفعش تجيبي البهارات تحطيها على بعض وتطحنيها، لان هلاقي حاجات ناعمه وحاجات خشنه، لان مش كل البهارات طحناها زي الباقي. فلازم البهارات تطحن كويس جدا قبل ما تتجمع. كده اهو انا عايزاها تشرب السائل بتاعها علشان الوقت. ممكن عشان الوقت هوريكم هعمل ايه. انا هحمرها لانها لو استنينا عشان تشرب الميه هتاخد وقت كتير. طبعا انت في البيت هتستنيها لما تشرب ميتها كلها. هنا اهو اخر حاجه بقى هحطها عليها الملح. انا هحاول اقسم كده كل مجموعه هرش عليها الملح. مش كتير ان انا اصلا حاطه عليها ملح من الاول. وبعد كده اهو بجيب العيش ممكن طبق يا احمد نحط فيه العيش، وهحط فيه اللحمه. وبعد كده هوريكم الصوص ده هنعمل بيه ايه. شويه اللي فاضلين صغيرين كده اهو. وادي التالت. هجيب بقى ورقه فويل وورقه زبده وهقطعهم كبير. يا دعاء الو، ازيك يا فندم؟ ازيك انت صغننه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. والله العظيم انا موضوع حضرتك قوي. ميرسي يا حبيبتي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 18 سنه. ما شاء الله شكلك اصغر من كده. ازيك يا دعاء عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. انت ازاي حضرتك؟ منوره الشاشه والله. ميرسي يا قمر، بنورك يا حبيبتي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ممكن اطلب بس طريقه الرز المعمر؟ من عينيا الاثنين، الحلو ولا المالح؟ لا المالح. عينيا الاثنين. هقول لك على رز معمر تحفه النهارده ان شاء الله. هاجي اعمل كده اهو ورق الزبده، ورق الفويل كده. هجيب اللحمه كده ساندويتش اللي انا رشيت بقيه الصوص عليه، واروح جايبه الجبنه وحطاها كده. وبعدين هلفه، عشان كده لازم العيش يبقى طري. هلفه كده اهو وهيخش الفرن. هيخش الفرن حوالي تلت ساعه. هيطلع بقى العيش طري كده وسايح مع الجبنه سايحه، مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمه ازاي اهو. وهنعمل الباقيين. ممكن نطلع الفاصل بقى واحنا بنجهز السندوتشين التانيين. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. احنا السندوتشات لسه في الفرن
شويه عليها كده وهنطلعها. هنعمل دلوقتي سلطه كسكسي، وهنعمل باتر تشيكن او فراخ بالزبده، اكله هندي من اشهر الاكلات الهنديه، وفي كل المطاعم الهندي خصوصا بقى في دول الخليج عشان المطاعم الهندي كتير تلاقوا من الاطباق الاساسيه اللي بتطلب اللي هي الباتر تشيكن او فراخ بالزبده. المقادير السلطه بتاعتنا عباره عن صدر فرخه مشوي متقطع، احنا متبلينه بملح وفلفل بس، وهنحطه على الجريل علشان يتشوي. على ما نقول بقيه المقادير، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا عندي صدر فرخه مشوي ومتقطع، وهستعمل كوبايه كسكسي اللي هحط نقطه زيت على الجريل علشان نخلص بسرعه. هنقع الكوبايه الكسكسي دي مع مكعب مرقه فراخ بيتي اللي احنا عملناها قبل كده، وربع معلقه كركم ورشه ملح، هنقعهم لمده ربع ساعه. يبقى كوبايه الكسكسي هتتحط في كوبايه ميه مغليه وربع معلقه كركم ومكعب مرقه فراخ بيتي ورشه ملح بسيطه، واسيبها تفتح ربع ساعه تقريبا كده. خلاص. بقيه السلطه بقى عباره عن 4 بصلات خضراء، معلقتين زبيب، ربع كوبايه حمص مسلوق، حبايه فلفل احمر صغيره مكعبات، وحبايه فلفل اخضر مكعبات، اوراق خس، معلقتين هريسه حاره، والتتبيل بتاعي عصير ليمونتين، ملح وزيت زيتون. احنا الهريسه عملناها قبل كده على فكره لو تفتكروا. يبقى صدر فرخه مشوي متقطع هقطعه ترانشات، كوبايه كسكسي، مكعب مرقه فراخ بيتي، ربع معلقه كركم، 4 بصلات خضراء، معلقتين زبيب، ربع كوبايه حمص مسلوق، حبايه فلفل احمر صغيره مكعبات، حبايه فلفل اخضر مكعبات، وهستعمل ورق خس عشان الديكوريشن بتاعي، وهستعمل معلقتين هريسه، الهريسه الحاره، وهتبل السلطه بتاعتي بعصير ليمونتين وملح وزيت زيتون. خلاص. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هخلط المقادير كلها بتاعتي مع بعض. ميرسي يا احمد. هحتاج ان انا اصفي الكسكسي ده، بس اول حاجه هحط ادي البصل الاخضر، هنخليه نصفيه اخر حاجه علشان ايه يكون باش فعلا. وادي الحمص والفلفل بيتقطع، بصوا ناعم ازاي، صغنن، الفلفل الاحمر والاخضر والزبيب، وهتبل الخضار الاول بزيت الزيتون والليمون والملح، وبعد كده اهو هحط الكسكسي في الاخر عشان الخضار تشرب معايا. ادي الملح، وبعدين اهي بصوا كل الدريسنج انا حطيته على مقادير السلطه نفسها. هصفي الكسكسي واحطه عليها. بصوا الكركم بيديله لون. ميرسي يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مصفى ناعمه طبعا عشان ما ينزلش. ادي بقيه الكسكسي بتاعي. مش عايزه اقول لكم السلطه دي بتبقى حلوه ازاي، اكله كده متكامله. بقلبها بقى مع التتبيله بتاعتها. بعدين هجيب ورق الخس، بصوا ورق الخس هحطه، واحط السلطه في النص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي السلطه بتاعتي. بعدين هعمل لها بقى الجارنش بصدر الفرخه اللي انا شويته وبالهريسه بتاعتي. اجي احط الهريسه هنا اهو. يا سعاد. ايوه يا مدام ايه. ايوه حبيبتي. وانا بشكر حضرتك على الاكلات الحلوه اللي بتعمليها لنا دي. ميرسي يا قمر، تسلمي لي. عندك كام سنه يا سعاد؟ 16. ما شاء الله. شطوره بقى؟ نعم. شطوره في المطبخ يعني اوكي يا حبيبه قلبي، عينيا ليكي. الو.
للكيك. ايه يا حبيبتي، عيدي السؤال تاني عشان الخط راح شويه مني. للكيك، عايزة طريقة حلوة كده للكيك من عينيا الاثنين، من عينيا الاثنين. ما بتنفش زي الكيك كده، بتبقى بتنزل لتحت وبتبوظ. إيه الصوت مش. عيدي تاني علشان الصوت وحش قوي يا سعاد. انت عايزه طريقه حلوه للكيك، كيكه شوكولاته ولا كيكه العاديه؟ لا، كيك عادي. الكيك العادي من عينيا الاثنين. ماشي. عشان ما تلزقش منك. طب انا هقول لك تاني، انا كنت قلت على طريقه كده مقادير بستعملها عشان ادهن بيها الصينيه الكيك ما يلزقش فيها. هقول لك عليها تاني النهارده ان شاء الله. كده اهو. وبعد كده هقطع صدر الفرخه المشوي واحطه عليها. هو احمد يقطعه لنا بقى يحطه لنا عشان نلحق نعمل احنا ايه الفراخ. ادي السلطه. هنقطع بقى صدر الفرخه ونحطه جنبها الفراخ اللي هي الهندي اللي بالزبده. هستعمل نص كيلو صدور فراخ مكعبات كبيره. هتبلها في ايه او هكون نقعها في ايه؟ علبه زبادي، 3 فصوص ثوم، معلقه جنزبيل مبشور. كل ما اتنقعت كل ما بقت اطرى وطعمها احلى. يعني لو نقعتها من قبلها بليله هيبقى احسن. يبقى نص كيلو الفراخ ده هحطه في علبه زبادي، 3 فصوص ثوم، ومعلقه جنزبيل مبشورين، وبحطهم في التلاجة متغطيين طبعا، لان ما ينفعش ان انا اخليهم مكشوفين وهتبقى التلاجة كلها ريحتها توم وجنزبيل بطريقه فظيعه. هستعمل بقى للوصفه نفسها الصوص نفسه 4 فصوص توم، معلقتين جنزبيل مبشور غير اللي في التتبيله. هستعمل معلقه كبيره صلصه طماطم. احنا هنحتاج زبده تاني على فكره. معلقه كبيره صلصه طماطم. هستعمل ورقتين لورا، معلقه جرم مساله. ايه الجرم مساله دي؟ خلطه من البهارات الهندي بيستعملوها الهنود في اكلهم كتير. وهنزل لكم برضو المكونات بتاعتها عشان اللي ما يلاقيهاش في السوبر ماركت او عند العطار ممكن هو يعملها في البيت، هي ما فيهاش مشكله خالص. هستعمل معلقه كركم، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، فلفل اسود، 3 حبات طماطم مكعبات كبيره، وعلبه زبادي، ربع كوبايه كريمه، نص معلقه حبهان، نص حزمه كزبره خضراء، معلقتين زبده كبار، وشويه ميه اسوي بيها. بصوا هي المقادير كتيره، وانا بصفه عامه عارفه ان المقادير كتيره، خصوصا الاكل الهندي دايما بهاراته كتير. فقبل ما اعيد المقادير هحط الفراخ بس. بصوا ادي الفراخ حطيتها في شويه زبده تتحمر معايا. الفراخ ادي مكعبات الفراخ اهي، هحطها في زبده، شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش، علشان تتحمر لغايه ما لونها يتغير. يعني هي مش لازم تستوي قوي، انا هسويها في الصوص بس انا عايزاها تاخد لون من ناحيتين، لون بسيط، لان برضو الصوص هيبقى لونه يلونها. اوكي، ادي الفراخ بتاعتي هحطها في الزبده، وهاجي يا جنه. يا جنه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جنة. يا حبيبي. انا كنت عايزه اسال عن طريقه الشيش تاووك والفراخ. من عينيا. فراخ ايه؟ شيش تاووك. اوكي، طب فراخ ايه؟ بانيه. فراخ بانيه من عينيا الاثنين. انا شايفه الاطفال الصغننين النهارده يظهر بقى كله اخد اجازات. هنبتدي بقى نعمل الوصفه بتاعتنا. هحط الزيت مع الزبده. بسم الله. هحط فيهم بقى ايه؟ التوم التاني. احنا عندنا 4 فصوص توم مع معلقتين جنزبيل فريش غير اللي في التتبيله. يا ام محمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف آية؟ اهلا يا حبيبه قلبي، ازيك؟ حضرتك الله يسلمك. انا كنت عايزه طريقه الديك الرومي. الديك الرومي اللي احنا عملناه قبل كده حقناه باللبن الرايب. من عينيا الاثنين. لا، اديته علاء قد ايه فلوس عشان نطلعكم على الحياه؟ ايه؟ علاء مين؟ ادي الفيلادلفيا ستيك طلع. بصوا الجبنه سايحه، العيش بيقرمش سنه، والستيك بينزل. بصوا مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمه حلو ازاي.
احنا دلوقتي هنكمل الصوص. انا بحمر الاول الثوم والجنزبيل في الزبده، وبعد كده هحط عليها بقى البهارات بتاعتي. ورق اللورة، هحط الكركم، الجرم مسالة، كمون. لازم البهارات تتحمر سن. ودي السلطه بعد الفراخ ما اتحطت عليها. بصوا شكلها حلو ازاي. احنا النهارده عاملين لكم من كل بلد حاجه. ادي كزبره، وادي الحبهان، وادي الصلصه. خلاص يبقى انا حطيت البهارات كلها والصلصه. اقلبهم بصوا كده، احس ان ريحه البهارات اتحمرت كويس جدا، والصلصه تبتدي تشكشك معاها. عايزه اشوف هنا اهو الفراخ لسه هنقلبها. وبعد كده اهو هحط الطماطم. ادي الطماطم، بصوا مكعبات كبيره، هي كده كده هتتضرب في الخلاط. وهحط الكريمه، وهحط الزبادي، هم عايزين يطلع فاصل بس انا عايزه اوريكم قبل الفاصل هنعمل ازاي. دول انا حمرت البهارات كويس جدا، حطيت معاها الصلصه وخليتها شكشكوا كويس قوي، زودت عليها الزبادي والكريمه والطماطم، وبعدين هحط الكلام ده كله في الخلاط، اضربه في الخلاط بحيث يعمل لي صوص سايل. خلاص هحطه في الخلاط على ما الفراخ تتحمر. الفراخ هتتحمر من الناحيه الثانيه، واضرب ده في الخلاط وارجع لكم بعد الفاصل. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. بصوا ده الصوص بعد ما ضربناه في الخلاط وحمرنا الفراخ وحطيناها فيه. الفراخ بتغلي معاه شويه، انا بضربه في الخلاط، بحط معاه حوالي نص كوبايه ميه عشان يبقى سايل كده، وبحط الفراخ فيه اللي انا حمرتها وبخليهم 10 دقايق على النار. وبعدين هحط نص الكزبره الخضراء معاهم. الفراخ دي يا اما بتتقدم مع رز ابيض، رز بسمتي ابيض، او العيش النان اللي هو العيش الهندي، خبز النان. وباجي بقى انا بحط الرز كده وهغرف عليه الفراخ كده. بصوا مكعبات الفراخ لازم تبقى كبيره. احنا نزلنا يا محمد خلطه الجرم مسالة، يا ريت ننزلها على الشاشه بحيث ممكن يصوروها. ادي الصوص. انا ما عملتهاش النهارده حراقه، بس الاكل الهندي طبعا بيبقى حراق زي ما انت عايزه بقى، عايزه تحطي شطه مش عايزه تحطي. ادي الصوص. وبعد كده بزوق ببقيه الكزبره الخضراء اللي بتفضل، كزبره خضراء بسيط كده اهو. وبقدم الفراخ الهندي اللي بالزبده. مش عايزه اقول لكم طعمها حلو ازاي، ومن اكتر الاكلات اللي بتطلب في المطاعم الهنديه. اهي بقدمها، انا مقدماها هنا مع رز، حطيت فيها معلقه سكر. نسيت اقول لكم، بصوا يا جماعه عشان الناس بتسالني انت بتستعملي السكر ليه. انا بستعمل سكر في اكل كتير لان معلقه السكر دي بتعادل الطعم، بتديله طعم مميز، خصوصا لو الاكل فيه طماطم. الطماطم المزازه بتاعتها بتبقى محتاجه سكر. البتنجان برده من الحاجات اللي مهم جدا ان السكر يتحط معاها. اغلب اكلي بحط فيه سكر، خصوصا اللي فيه طماطم او بتنجان، لانها بتدي طعم مميز جدا. بس مش سكر يبقى الاكل مسكر، هي معلقه بس بتتحط بتظبط الدنيا. هنعمل دلوقتي بودنج حلو جدا، سهل جدا، مش عايزه اقول لكم شكله بيبقى حلو ازاي وطعمه حلو ازاي. بودنج بجوز الهند. المقادير بتاعتي 4 كوبايات ميه، 3/4 كوبايه لبن بودره اللي هو الباودر نفسه، معلقتين كاستر بودره، كوبايه سكر، 4 معالق كبيره نشا، كيسين فانيليا، وكوبايه ونص جوز هند. اوكي، مقادير سهله موجوده في كل بيت. 4 كوبايات ميه، 3/4 كوبايه لبن بودره،
معلقتين كاستر بودره اللي هو بودره الكاستر اللي بنعمل بيها الكاستر، كوبايه سكر، 4 معالق كبيره نشا، كيسين فانيليا، وكوبايه ونص جوز هند. باجي اعمل ايه؟ اول حاجه ادي النشا والكاستر بحطهم، دي من الكزبره بتاعت الفراخ، بحطهم في الميه قبل ما اسخنها وادوبهم يدوبوا، علشان مش هيدوبوا في الميه السخنه. يا جيهان. ايوه حبيبتي. الو. ازيك يا ايه؟ ايوه يا يا جيجي، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا جميله. انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس. إيه؟ انت مش محتاجه تحطي في اكلك خالص سكر، لانك انت كلك على بعضك سكر، الله وانسانه يخليكي. مؤدبه ومحترمه واشطر شيف في مصر، ميرسي يا حبيبه قلبي. وربنا هينصرك على كل بني ادم بيغير منك وكل شويه يدخل عشان يضايقك، الله ومبسوطه من ثباتك يخليكي. اللي مساعدك. ميرسي يا حبيبه عشان قلبي، انت تسلمي. انسانه محترمه. تسلمي لي يا رب. ميرسي ميرسي يا جيهان، والله انا يا جماعه مش عايزه اقول لكم حبكم ده بيعني لي الكتير والله، يعني انا من غير حبكم ده ولا حاجه. انا حطيت دلوقتي، هحط سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط اللبن البودره. في ناس بيسموها كيكه جوز هند ساقعه، بس هي مش كيكه، هي بودنج اكتر ما هي كيكه. وادي الفانيليا، وادي اخر حاجه جوز الهند. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحطها في قالب سيليكون عشان اعرف اقلبها وعشان اعمل لها شكل حلو. عايزه تحطيها في صينيه عاديه مفيش مشكله، هتتحط. هخليها لغايه لما تغلي، ولما تغلي هصبها في القالب وهحطها في الفريزر ساعتين، وبعد كده انزلها احطها في التلاجة، بس في الفريزر عشان تجمد وتمسك نفسها كويس بحيث اعرف اقلبها علشان تتقلب. وبعد كده اهو بزينها باي صوص بقى عندي، عايزه احط صوص كراميل اوكي، صوص شوكولاته، صوص فراوله، عايزه اقدمها كده من غير اي حاجه مفيش اي مشكله. اهو ابتدى يغلي، هروح حطاه في القالب. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو اهي. وبعدين بحطها في الفريزر، احطها في الفريزر ساعتين وانزلها من الفريزر اقلبها، وبعد كده اهو ادخلها التلاجة. دلوقتي نقدر نروح لفاصل، هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. ده البودنج بعد ما قلبناه، بودنج جوز الهند. انا هحط له بقى صوص كراميل، هحطه في التجاويف بتاعت الورده كده عشان القالب ده على شكل ورده. هحط شويه صوص كراميل كده في التجاويف بتاعتها، وممكن نحط كمان صوص شوكولاته معاه. وزي ما قلت لك انت لو عايزه تقدميها من غير اي صوص خالص مفيش مشكله، بس يعني هو كديكوريشن. وممكن نعمل كده حواليها خطوط عشان يبقى شكلها حلو. صوص كراميل، واجي صوص شوكولا بقى عليها. ممكن نعمل خطوط كمان كده. ده بودنج ان جوز الهند بيبقى ساقع وحلو قوي، الولاد بيحبوه. في طعم الكاستر على المهلبيه على جوز الهند، مش عايزه اقول لكم يعني بيبقى مزيج حلو جدا وسهل جدا وما خدش معانا وقت خالص. هقول لكم المقادير بتاعته تاني. انا عملت 4 كوبايات ميه دوبت فيها معلقتين كاستر، 4 معالق نشا، كيسين فانيليا، وحطيت معاهم 3/4 كوبايه لبن باودر، وكوبايه سكر، وكوبايه ونص جوز هند. قلبتهم على النار لغايه لما جمد معايا، وبعد كده حطيتهم في الفريزر ساعتين، قلبتهم وحطيتهم في التلاجة عشان يتقدم ساقع ويبقى عندي بودنج، احلى بودنج لجوز الهند ساقع يتقدم. هنقول الحاجات اللي اتطلبت مننا النهارده وهنعيد الوصفات ان شاء الله لو معانا وقت. اتطلب مننا شيش طاووق. بصي اهم حاجه في الشيش طاووق الثوم والسماق، السماق بيبقى حلو قوي فيه والثوم. ما عندكيش سماق حطي ليمون، هو السماق بيدي مزازه، ممكن استعيدها انا بالليمون. هجيب ايه؟ هجيب
نص كيلو صدور فراخ، او يفضل الاوراق. الورك في الشيش طاووق بيبقى اطرى، ما لقيتيش هتستعملي الصدر، بس الورك بيفضل في الشيش طاووق. بجيب الاوراق وبخليها وبقطعها مكعبات كبيره. هحط لها النص كيلو علبه زبادي، هحط لها معلقه كبيره سماق، هحط لها 5 6 فصوص توم، هحط معاها معلقه مستردة، معلقتين زيت زيتون، وعصير ليمونتين، وبحطهم كلهم مع بعض. ادعكهم كويس قوي علشان التتبيله دي تخش جوه الوراك من جوه. وبعد كده اهو بسيبها في التلاجة ساعتين. بعد كده بشكها في سياخ خشب. سيخ الخشب عشان ما يتحرقش منك في الفرن لازم تبقي نقعاه في ميه قبلها بنص ساعه بحيث يشرب الميه وما يتحرقش معاكي في الفرن. بحطها بالتبادل مع مكعبات فلفل الوان وبصل وبشويها في الفرن، او بحمرها في صينيه على النار على الجريل، او في طاسه تيفال فيها معلقتين زيت، مفيش اي مشكله. معانا ابتسام. يا ابتسام. الو. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. انا عايزه اقول لك ان انا بحبك جدا. ميرسي يا جداً حبيبتي. جدا جدا. تسلمي لي يعني يا رب. بموت فيكي، انت واحده حقيقي اموره قوي قوي. الله يخليك. وعايزه اقول لك ان انا بستنى حلقاتك دي على طول. لما الحلقه بتفوت مني انا ببقى زعلانه جدا. ربنا يخليكي ليا يا رب. ميرسي يا حبيبتي بجد قلبي. والله عايزه اقول لك ان انت تسلمي. اموره وشيك ولذيذه وميرسي قوي. بتعملي لنا حاجات جميله على فكره. بعمل كل حاجات دي اهم حاجه عندي ان انت تستفيدي. وبتطلع حلوه جدا الله جدا يخليك. جدا. ميرسي يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب. ميرسي قوي. وانت منورانا ميرسي والله يا حبيبتي. فعلا. ميرسي. يعني منورانا. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي يا رب. مالكي سؤال؟ لا يا حبيبتي ميرسي. ميرسي يا جداً. حبيبتي. ربنا يخليك. الله يخليكي. على فكره الحلقات بتنزل على طول على اليوتيوب، لو كتبتوا قناه الحياه البرنامج المطبخ هتطلع الحلقات على طول. بعد الحلقه ما فيش، بتخلص بربع ساعه بتنزل، وانا بنزلها على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك برضو بتنزل في نفس اليوم. البانيه لو انا عايزه اعمل مثلا فراخ او لحمه بانيه، عايزه اقول لك شويه نصايح كده سريعه علشان يطلع معاكي حلو. اول حاجه اعمليه بميه بصل، تبليه بميه بصل، او البصل تكوني مقطعاه كبير. ليه؟ لان البصل الناعم في البانيه علشان اعرف اشيله منه شغلانه، فالاسهل يا اما اقطع البصله خشنه بحيث اقدر اشيلها على طول من عليه، او ان انا اعمل ميه بصل، يعني ابشر البصل واعصر ميته واحطها على اللحمه او الفراخ. حط معاها خل مهم جدا، وملح وفلفل، ممكن تحطي زعتر، ممكن تحطي اوريجانو، ممكن تحطي بابريكا، اي توابل بتحبيها. وبعد كده اهو تسيبيهم في التتبيله دي ساعتين. بعد كده هتحطيهم في بيض، بعدين بقسماط، بعد كده بيض، بعدين بقسماط تاني، مرتين بيض وبقسماط، وبتحمريهم. النار ما تبقاش حاميه علشان ما يقبش معاكي ويعمل تقوس. شرحيه كده بالسكينه شريحتين 3، يعني مرتين، حتتين 3 في كل بانيهايه علشان ما تقبش معاكي. وبعد كده اهو حمريه. لو انت بتخافي ان القشره تنزل معاكي في الزيت، حطيه في التلاجة. بعد ما تعمليه البيض والبقسماط مرتين، حطيه في التلاجة نص ساعه، وبعد كده حمريه. الكيكه هقول لك على احلى كيكه ممكن تعمليها. اولا الخليط اللي احنا بندهنه على الصينيه انت ممكن تعمليه وتحطيه في التلاجة، وكل ما تعملي كيكه تستعمليه. انت هتحطي ربع كوبايه سمنه نباتي مع ربع كوبايه دقيق وربع كوبايه زيت، تضربيهم في الخلاط وتحطيهم في برطمان عندك في التلاجة. الخلطه دي لو دهنتي بيها اي قالب كيك مش هيلزق معاكي، انها عامله زي ورق الزبده فظيعه، زي الخلطه الجاهزه اللي بتتباع في محلات بيع الحلويات. الخلطه دي حلوه قوي وما بتخليش الكيكه تلزق معاكي تمام، بس دهنيها كويس قوي في الصينيه. الكيكه اضربي في الميكسر او اضربي على المضرب السلك 4 بيضات مع كوبايه ونص سكر و3/4 كوبايه سمنه، اضربيهم كويس جدا، وحطي معاهم فانيليا، كيسين فانيليا مثلا، يتضربوا لغايه لما يبقى الخليط كريمي وهش كده، تحسي ان هو هش وخفيف. خلاص هتزودي كوبايه لبن وكوبايتين ونص دقيق بالتناوب، بس ما تضربيش بقى بالخلاط ساعتها. هتضربي يا اما بالسباتشولا او بالمعلقه الخشب او المعلقه السيليكون، تقلبي الدقيق واللبن مع الخليط اللي انت خلطتيه مع معلقه كبيره بيكنج باودر. البيكنج باودر اخلطيه مع الدقيق، ورشي شويه دقيق بعدين شويه لبن، وقلبيهم بالمعلقه لغايه لما يختلط المواد كلها مع بعض. حطيها في الفرن 180 ساعه الا ربع، ساعه الا 10، وهتبقى معاكي حلوه وزي الفل. ما تفتحيش على الفرن على الكيكه قبل نص ساعه على الاقل، هي مش ممكن هتاخد معاكي اقل من ساعه الا ربع، فما تحاوليش انك تفتحي عليها قبل ساعه الا ربع احسن. كده خلصنا؟ خلصنا. مش هينفع ان احنا نعيد بقى بقيه الوصفات بتاعت النهارده. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا بالوصفات اللي فيها. ان شاء الله لينا حلقه بكره الساعه 12. انا عايزه اقول لكم حاجه، ناس كتير كلمتني وقالت لي خلي
البنت تطلع معاكي بعد الامتحانات يعني، فاحنا هنستنى لغايه يوم 21 علشان نطلع حد معانا من البنات الصغننين عشان نكون خلصنا الامتحانات، علشان ما حدش يزعل مننا ونكون عملنا لكم اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله لينا حلقه جديده بكره، اشوفكم على خير.